هل صح انك تنزل بالبار على صدرك تلمسه لمسه خفيفه، ولا تخليه يعمل باونسنج يعني ارتداد علشان تزود العداد بتاعته؟ كل طريقه ليها فايدتها وعيوبها وبتفرق حسب هدفك، سواء عايز قوه او ضخامه عضليه. اول حاجه التمرين عن طريق الباونسنج الارتداد. من مميزات التكنيك ده هو القوه الانفجاريه. لما بتسيب البار يرتد العضله بتستفاد من طاقه التمدد، بيساعدك انك تشيل اوزان أكتر. العيوب هو تقليل وقت الشده وده بيقلل الفايده لو هدفك تضخيم العضله. اصابه محتمله، رزع البار على صدرك ممكن يعمل اصابه خطيره زي كسور في الضلوع. لكن لما تتمرن بكنترول تاتش لمسه خفيفه. من مميزات التكنيك ده هو وقت شده اطول للتي يو تي، وده بيزود فرصتك في تضخيم العضله. امان اكتر، لمسه خفيف يعني ضغط اقل على القفص الصدري، وبالتالي بتقلل فرص الاصابه. العيوب زي بتكون قليله شويه لانك بتعتمد بشكل كبير جدا على العضله. اجهاد اسرع لان العدات الابطا والعضله هتتعب اسرع بسبب التركيز على التي يو تي. الخلاصه هنا لو هدفك هو السترينث اعتمد على الارتداد، ولكن بحذر لان ده ممكن يسبب لك اصابه او كسر في القفص الصدري. زي ما بشوف معظم الناس في الجيم بتتمرن بطريقه عشوائيه وبتخلي البار يعمل باونسنج او ارتداد كبير جدا على القفص الصدري. بدل من انك تعمل كده انت ممكن تخلي البار يريح على صدرك وتبدا التكنيك من تحت لفوق. لو هدفك هو الهايبرتروفي او الضخامه العضليه، خلي التكنيك بتاعك يكون لمس خفيف مع تحكم كامل في الحركه حسب هدفك، لكن حط سلامتك اولا في اي تمرين بتتمرنه.